شاهد معي ولنتذكر هذه الحفرة. هذا هو بيتك الحقيقي يا ابن آدم. هنا بيت الوحشة، هنا بيت التراب، هنا بيت الدود. هنا في القبر لا سيارات، لا فلل، لا عمارات، لا صديق، لا قريب، لا أهل. هنا تتحطم كل الآمال. ستموت، ستدفن، ستترك، ستنسى. مجرد ما تموت سيتقاسم الأهل ورثتك، سيتسابقون إلى التركة والورثة. الله أعلم، يقول رحمك الله أو لعنك الله. فلهذا سامح وتغافل، ودع الحقد والأنانية والحسد، ودع الخلق للخالق. فأنا وأنت وهم راحلون. ضع بصمة جيدة بأخلاقك، بتعاملك الراقي، بكلماتك الجميلة. وإذا أخطأت أو أسأت فلتتسامح. سامح في الدنيا قبل الآخرة. في الموت بعد الموت لا مسامح. تسامح الآن، اعمل الآن. إذا ظلمت أحدا رد المظلم الآن. هذا هو البيت الحقيقي. إنما أنت أيام، فإذا مضى يوم فقد مضى بعضه. الفقير سيموت، والغني سيموت، والشاب سيموت، والكبير سيموت، والصغير سيموت. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نتذكر هذا اليوم العظيم، لنتذكر وقوفنا في هذا القبر في لياليه الموحشة والمظلمة. فلنسامح ونتسامح، لنضع بصمات جيدة بحسن الخلق، بالتعامل الراقي، بالكلمة الجميلة. سنرحل، سندفن، سننسى، لا أحد يتذكر. مجرد ما تموت سينسى حتى اسمك. سيقولون ناولنا الجثة، يعطونا الجثة. خلاص انتسى اسمك، انتسى هيبتك، راحت كل شيء. هناك يجتمع الناس عند أرحم الراحمين. حفظكم الله ورعاكم. المسامحة منكم جميعا.